بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هتكلم على حادثة مفصلية في التاريخ الإنساني والتاريخ الديني والتاريخ السياسي، وهي حادثة صلب السيد المسيح. السيد المسيح اللي هو سيدنا عيسى في العربية، وسيدنا يسوع في الأرامية، وسيدنا يشوع في العبرية. يشوع يعني الله يخلص أو المخلص. فأنا لما أقول سيدنا يسوع هي سيدنا عيسى، هي يشوع. ما بتعنيش أكتر من ترجمة المصطلح. يعني لما أقول سيدنا محمد يتنطق بالإنجليزي محمد أو محمد، مش معناها أي حاجة. مش معنى أن أنا قلت محمد يبقى أنا كده مش مؤمن بسيدنا محمد أو بقول رسالة تانية. فلما أقول سيدنا يسوع هي سيدنا عيسى، مش معناها أي حاجة تاني، عشان الناس اللي دايما تبحث عن الاختلاف ولا تبحث عن نقاط الاتفاق. وهنتكلم النهاردة في الموضوع ده عشان نعرف ايه نقاط الاتفاق اللي احنا ما بنروحش ليها اي خالص، وما بنعرفش اصلا العبرة اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نعرفها من حادثة الصلب. كانت الاختبار النهائي لبني إسرائيل، ده المفصل التاريخي لبني إسرائيل ونهاية عهدهم مع ربنا سبحانه وتعالى. وهنقول إيه فكرة العهد. هقرأ بس الأول الآية القرآنية علشان نبتدي نشرح لحضراتكم الغرض والعبرة من الحدث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة النساء، وقولهم، طبعا الضمير عائد على بني إسرائيل، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. صدق الله العظيم. عايز أقول لحضراتكم، هو ربنا سبحانه وتعالى التساؤل هنا ما كانش قادر يرفع سيدنا عيسى ابن مريم وما يبقاش فيه حد خالص موجود عشان يتصلب؟ كان قادر، كان اختفى وخلاص وما كانتش حدثت الواقع. لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد ان الواقعة تحدث علشان بني إسرائيل يرتكبوا الجريمة، ما تبقاش حتى شروع في الجريمة، لا، الجريمة ترتكب. أي نعم، هنا في اخوه المسيحيين يقولوا ان سيدنا عيسى اتصلب وبعد كده قام، عشان الانتصار النهائي دايما هيكون لإرادة ربنا سبحانه وتعالى. والمسلمين في القرآن الحادثة لم تقع لسيدنا عيسى ولكنها وقعت. طيب احنا عايزين نفهم ايه من قصة الواقعة نفسها، حادثة الصلب. يعني رمزية الصلب هنا ليه؟ هقول لحضراتكم لما نشوف الأسبوع اللي احنا ما بنروحش ليه خالص، وطالما احنا بنقول وما قتلوه وما صلبوه يبقى ايه؟ مفيش اي حاجه حصلت. لا، في حاجات حصلت. في اسبوع كامل حدثت فيه وقائع كتير، اللي هو اسبوع الالام، لابد لينا ان احنا نعرفه عشان كمان نعرف اللي بيحصل دلوقتي من بني اسرائيل وتأييد المسيحيه الصهيونيه ليهم على اي اساس. يعني المفروض ان دول قتلة المسيح. الواقع انا بتكلم هنا ادراك بني اسرائيل ايه؟ ادراك بني اسرائيل ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هم قالوا ان هم قتلوه، يبقى هنا ادراكهم ان هم قتلوا وصلبوا الرساله المسيحيه. طب ليه قتلوا وصلبوا الرساله المسيحيه؟ هنقول لحضراتكم في اسبوع الالام اللي حصل فيه ايه. احنا طبعا احد الزعف اللي هو اول الاسبوع ان كان سيدنا عيسى دخل القدس، كان راكب الحمار بتاعه. وعلى فكره النبوءات اللي موجوده على سيدنا عيسى ودخوله القدس راكب على على حمار. طيب الاثنين سيدنا عيسى دخل الهيكل، وهنا بقى كان الهيكل اللي هم عايزين يبنوه دلوقتي. ما انا بقول لحضراتكم لازم نفهم اللي بيحصل دلوقتي بيحصل ليه، وليه رجعنا للحادثه دي. علشان ده سيدنا عيسى، ده المسيح الاصلي. هم دلوقتي بيعدوا القصه للمسيح المسيح بتاعهم بقى بالشروط بتاعتهم. طيب دخل سيدنا عيسى يوم الاثنين الهيكل وطهروا من الحاجات اللي فيه. طيب يوم الثلاث تمام يسوع دخل الهيكل لاخر مره وابتدى يدعو الناس. يا جماعه، لقى بقى ناس عماله تتاجر وفلوس واموال دايره،
وطبعا الحاخامات مدورينها اللي بيدي عشور والنذور والكلام ده كله. وهنا بقى الدنيويه، ما هو هم ليه رفضوه اصلا؟ رفضوه عشان فكره الدنيويه. هم عايزين ملك من نسل داوود يملك العالم او يحكم حكم دنيوي. فلما سيدنا عيسى جالهم قال لهم لا، مالي قيصر لقيصر ومالي الله لله، وانا ماليش في الدنيويه دي، انا جايب ملكوت السماوات، ان هو دي رساله الخلاص. انتوا هتؤمنوا بربنا وتؤمنوا بالاخرويه، ولا هتفضلوا كل هدفكم الدنيويه والماده والسيطره والتحكم والظلم باسم الله؟ لا، انتوا لازم تعرفوا ان ايه القصه ليها نهايه. وبعدين طبعا يوم الاربعاء خيانه يهوذا، تمام، والخميس العهد اللي هو خميس العشاء الاخير. بعد كده الجمعه العظيمه لما هم اتوا، سواء بقى عند الاخوه المسيحيين ان هم اتوا بالمسيح، وفي الاسلام ان هو ربنا سبحانه وتعالى القى الشبه فيه، ولكن بني اسرائيل وصلت بيهم الجرأة والفجر ان هم يرتكبوا الجريمة. ايه هي الجريمة؟ ان اللي جاي لهم برسالة السماحة والحب والاخلاق، النبوءات اللي بتتكلم عن سيدنا عيسى، قلنا في سفر اشعياء وسفر ميخا، وكل النبوءات دي بتأكد ان هو لا، هم عايزين يفرضوا ارادتهم، استغفر الله العظيم، على الذات الالهية، ويرفضوا اللي ربنا عايزه. عشان كده ربنا نقل العهد، وهي دي النقطة بقى. هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا ابراهيم اني جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي لا ينال عهد الظالمين. يعني انت هتبقى للناس امام، وفي عهد في اولادك طالما هم الناس اولادك دول صالحين، انما لو ظلموا خلاص مفيش عهد بينهم. طيب ايه فكرة العهد؟ لما سيدنا ابراهيم توفاه الله كان مخلف، وطبعا في سفر التكوين وفي القرآن طبعا القصة بتاعت سيدنا ابراهيم هو خلف سيدنا اسماعيل وسيدنا اسحاق. طيب سيدنا ابراهيم لما توفاه الله انتقل العهد. ما هو العهد؟ اللي السلسال اللي هو الاثنين انبياء، سيدنا اسماعيل وسيدنا اسحاق، بس مين بقى اللي هيورث العهد لابنائه وابنائه وابنائه؟ العهد راح لسيدنا اسحاق، لانه اتى من سيدنا اسحاق سيدنا يعقوب، ومن سيدنا يعقوب سيدنا يوسف، وابتدى الانبياء كلهم ياتوا في عقب سيدنا مين؟ سيدنا اسحاق، ولم ياتوا في عقب سيدنا اسماعيل. بالرغم سيدنا في نص التكوين، في نص سفر التكوين، ان في امه عظيمه هتاتي من اسماعيل. لما هم قالوا السيده هاجر تركت الطفل يبكي، فنزل عليها ملاك الرب جبريل قال لها لا تتركي الصبي سياتي منه امه عظيمه. يعني خليكي جنبه، ده في العهد القديم، خليكي جنب الطفل اللي بيبكي ده علشان الطفل ده فيه حاجه جايه منه. لما هو بقى فضلت النبوة تأتي فيهم، هم طبعا عندهم من رمزية النبوة دي كلها داود وسليمان. يعني هم حتى الآن فكرة هيكل سليمان، حتى بيعملوا دلوقتي ممر داود وسليمان، لأن هم دايما سيدنا داود وسيدنا سليمان هم دول رمز الملك الدنيوي اللي هم عايزينه والتحكم في العالم. وعلى فكرة هم ما بيذكروش خالص نبوة سيدنا داود وسيدنا سليمان، لأن هم عايزين ينكروا عليهم النبوة وبس. هم رمزهم داود وسليمان عشان الملك. هم فكرتهم عادي، النبي ده مفيش مشاكل، ينكروه ما ينكروهوش عندهم عادي نبوة، لكن الملك هم ده دي اللي هم عايزينه. طيب لما حدثت بقى فضلت النبوة فيهم هم مستنيين ملك ملك جاي من نسل داود، ملك من نسل داود، لحد ما اتى سيدنا عيسى ووصلت بيهم زي ما قلنا الفجر والجرأة، ان هو عشان قال لهم ان الملكوت مش زي ما انتم عايزينه، الملكوت ملكوت السماوات، ان يعني لازم تتوبوا الى الله وتقيموا الشريعة الحقيقية وتؤمنوا بالقيم الحقيقية للدين اليهودي او الشريعة التوراتية، عشان ربنا سبحانه وتعالى يجازيكم خير ويجازيكم بالآخرة. وهو ده قلب الرسالة المسيحية، إن الرسالة المسيحية ملكوت سماوات وليس ملكوت الأرض. فرفضوا الكلام ده طبعا، لدرجة إن في نفس الوقت بتاع حادثة محاكمة السيدنا
عيسى او سيدنا يسوع كان في لص وحرامي الاثنين بيتحاكموا مع بعض. فالحاكم الروماني بيلاطس طلب من الحاخامات ان هم يفرجوا عن واحد، يختاروا واحد يفرجوا عنه بمناسبه العيد، فطلبوا الافراج عن اللص وتركوا وطالبوا باعدام وصلب سيدنا عيسى. فاحنا هنا بنتكلم على ايه؟ ان الواقعه ان ربنا سبحانه وتعالى العبره بتاعته ايه؟ ان بني اسرائيل ارتكبوا الجريمه كامله الاركان في الرساله المسيحيه. يعني هم رفضوا الاوامر الالهيه والشريعه اللي سيدنا عيسى نازل بيها، والاحكام اللي سيدنا عيسى نازل بيها، وان هو بيقول لهم ان ملكوت السماوات، وان انتوا التوبه والسماحه والحب واحل لكم بعض ما حرم عليكم زي ما مذكور في القران. بني اسرائيل رفضوا الكلام ده كله، وهم عايزين الملك الدنيوي، متشبثين بالملك اللي على غرار سيدنا سليمان وسيدنا داوود. عشان كده لما نلاقي في المسيحيه الغربيه، وعلى فكره المسيحيه الشرقيه غير المسيحيه الغربيه، وهنبقى نتكلم لان الغرب بيعتبروا ان المسيحيه الشرقيه جزء من الحضاره الاسلاميه، هنبقى نتكلم في الموضوع ده تاني. بس هتكلم دلوقتي ايه؟ لما تلاقي في المسيحيه الغربيه تأييد لبني اسرائيل وتأييد للدوله اليهوديه، وان هي دي مملكتهم وان دي ارضهم والكلام ده كله. طب هل انتوا كده مؤمنين بالمسيح؟ كل من يؤيد اسرائيل في هذه الارض فهو غير مؤمن بالسيد المسيح، زيه زي حاخامات بني اسرائيل بالظبط، لان العهد انتقل من بني اسرائيل. حادثه الصلب دي فعلا كان رساله الخلاص، الرساله الاخيره. يعني فضل العهد في سيدنا، العهد اللي مذكور في سفر التكوين، هذه الارض اعطي نسلك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا ابراهيم. وفي القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إني جعلك للناس إماما. يعني إماما يعني أنت النموذج. فسيدنا إبراهيم قال له ومن ذريتي، ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ لا ينال عهد الظالمين. في ذريتك طالما ما ظلموش، لكن ظلموا يبقى ما فيش عهد. وفعلا كانت هذه الحادثة مع سيدنا عيسى هي نهاية عهد بني إسرائيل وانتقال العهد لمين؟ للفرع الآخر. يعني ظل العهد برضه في سيدنا إبراهيم. يعني هذه الارض زي ما في سفر التكوين مذكور هذه الارض اعطي نسلك، بس انهي نسل؟ ليس نسل بني اسرائيل، لان بني اسرائيل انكروا الرساله الاخيره وصوابوا الرساله. انا دايما عايز اقول لحضراتكم الموضوع ده، العبره صلب الرساله المسيحيه. وصل ببني اسرائيل الفجر والجرأه ان هم يتعدوا على الاراده الالهيه. اي نعم ربنا سبحانه وتعالى ما نصرهمش في الاخر، لان هو ربنا بيرد عليهم لا اوعى تفتكروا ان انتوا نهيتوا على المسيح، لا، المسيح انا تم رفعه عندي. لكن الشواهد بالحديثه زي ما قلنا ربنا شبه بيه. طب ما هو كان قادر يرفعه ويختفي سيدنا عيسى، بس ربنا اراد ان في جسد يلقى على الصليب عشان الجريمه تكتمل. ان بني اسرائيل حتى ما فيش حد يروح يقول كفايه كده، لا، ما فيش حد طلع يقول كفايه كده، لا، ده الموضوع تم بشكل كامل. وان في جسد شكل المسيح على الصليب، وبني اسرائيل وحاخاماتهم راضيين ومحدش يتكلم. فلما نلاقي حد ترامب يقول لك انا بنفذ اللي في الكتاب المقدس، ووزير خارجيته يقول لك انا بنفذ اللي في الكتاب المقدس، ومستشار الامن، نخبه كبيره جدا في امريكا تقول ان انا مسيحيه وان انا بنفذ اللي في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ايه اللي انت بتنفذه؟ ده دول قتلوا اللي انت مؤمن بيه، ده صلبوه، صلبوا الرساله المسيحيه اللي انت مؤمن بيها. تيجي تقول انا بايده، ونلاقي السفير الامريكي رايح يزور البقرات الخمسه في الضفه الغربيه ويقول ان دي يهوذا والسمره. انتوا بتعدوا الارض لمين بالظبط؟ المسيح انكروه صلبوه. طب انتوا عايزين مين؟ وزي ما قلنا في قبل كده الشخصيه، العجل الذهبي، السامري، الدجال، هو دي الشخصيه اللي بيدوروا عليها. فدلوقتي الوقت ده هو وقت الاسلام والمسيحيه الحقيقيه يتوحدوا فيه ضد بني اسرائيل وضد شهوتهم في الدنيا وضد المسيح المنتظر بتاعهم اللي جاي. وان شاء الله اللي جاي الحلقه الجايه هتكلم على فكره المسيحيه الغربيه والمسيحيه الشرقيه،
وليه في كتاب زي صدام الحضارات لصامويل هنتجنتون بيحسبوا ان المسيحيه الشرقيه جزء من الحضاره الاسلاميه. وهشرح لحضراتكم يعني ايه الحضاره الاسلاميه، وايه الفرق بين الدين الاسلامي والدوله الاسلاميه والحضاره الاسلاميه، وازاي المسيحيه الشرقيه جزء لا يتجزأ من الحضاره الاسلاميه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.